عاجل. شاهد أول خروج وتصريح إعلامي لوالدة الفنان الراحل محمد بوسماحة تكشف فيه تفاصيل جديدة وتزلزل كل الجزائريين. تفاجأ واهتز كل الجزائريين قبل قليل بتصريح والدة الفنان محمد بوسماحة في أول ظهور وتصريح إعلامي لها تكشف أسرارا جديدة وتزلزل كل الجزائريين، وإليكم التفاصيل الكاملة. وكان قد زلزل الشعب الجزائري صباح يوم الاثنين الماضي بخبر وفاة الفنان محمد بوسماحة ومرافقه الموزع الموسيقي المعروف باسم أمين لاكولومب جراء حادثة مرور خطيرة في أحد شوارع بلجيكا مع الساعة 4:15 صباحا بسبب اصطدام شاحنة بسيارته، وتوفي قبله بدقائق مرافقه ليلحق به بعدها، وذلك بعد نقله إلى المستعجلات محاول. وتفاجأ وزلزل الشعب الجزائري قبل قليل لحظة خروج والدة الفنان الراحل محمد بوسماحة في أول ظهور وتصريح إعلامي لها كشفت تفاصيل جديدة وغير متوقعة حول قضية وفاة ابنها، وصدمت بها كل الجزائريين، حيث قالت في الأول: أنا لحدود الساعة مصدومة ولم أستوعب أن ابني توفي. وقالت إن ابنها قبل وفاته بدقائق حاول الاتصال بها وأرسل لها رسالة صوتية يودعها وقال لها: يا أمي لقد غدروني. وقالت في الأخير: أن لدي إحساس قوي بأن حادثة وفاة ابني غير طبيعية، وسوف أواصل النضال من أجل كشف الحقيقة كاملة وأخذ حق ابني. وهذا ما فاجأ كل الجزائريين خصوصا محبيه. وفي الأخير ندعو الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه